محافظة القاهرة أدى انهيار كوبري الجزيرة إلى غرق 5 عمال في مياه النيل. والوقوف على الأوضاع في المعادي ينضم إلينا من هناك مندوب التلفزيون المصري عبد الله بركات. عبد الله، ما هي الأوضاع لديك في المعادي؟ أود أولا أن أصحح معلومة هامة، هو أن المتوفين في هذا الحادث هم 4 عمال من مركز البطرشين التابعة لمحافظة الجيزة. نعم. الكوبري أولا بيربط ما بين كورنيش النيل وجزيرة المعادي، وهو بطول 200 متر. هذا الكوبري كان تحت الإنشاء، بيتم العمل فيه تحت الإنشاء. في أثناء العمل انهار الكوبري، مقدمة الكوبري من اتجاه كورنيش المعادي انهار، فغرق 4 عمال. العمال الذين غرقوا هم أحمد جمعة عبد الظاهر 29 سنة، وأحمد منصور عبد الظاهر 22 سنة، ومحمد سمير عبد الظاهر 26 سنة، وعلام محمود عبد العزيز 25 سنة. وتواجد هنا قوات الجيش وقوات الشرطة بكثافة في البداية، نظرا لتواجد أهالي المتوفين بكثافة في أمام الكوبري. قوات شرطة المسطحات المائية من خلال العناصر الخاصة بعناصر الضفادع البشرية استطاعت انتشال جثتين، هم أحمد جمعة عبد الظاهر 29 سنة وأحمد منصور عبد الظاهر 22 سنة. حتى الآن جاري البحث عن الجثتين الباقيتين. نعم عبد الله، في أي مرحلة من الإنشاء كان هذا الكوبري؟ الكوبري وفقا للموجودين هنا يعني في الشهر الثاني لإنشائه. يعني في أي مرحلة في البناء يعني؟ هو في المرحلة الأخيرة من بنائه. احنا حاولنا الأول ان احنا يعني كان تم تأسيسه بالفعل؟ كان تم التأسيس بالفعل، الحديد والخرسانات وكل شيء. يعني إذا كان هناك خطأ ما في بناء الكوبري؟ هناك خطأ ما، لأننا حاولنا البحث عن المهندس والمقاول المسؤول عن هذا الكوبري فلم نجد أي أحد. فسألنا الأهالي عنهم، قال إنهم بمجرد انهيار مقدمة هذا الكوبري هرب الاثنان. وهل انهار بشكل كامل عبد الله؟ نعم. هل انهار الكوبري بشكل كامل؟ لا، الانهيار كان في مقدمة الكوبري من اتجاه كورنيش المعادي بحوالي يعني مساحة حوالي 20 متر تقريبا يعني. طيب، بالنسبة لأهالي المصابين أو القتلى من العمال الذين قضوا في هذا الحادث، يعني ما هي حالتهم؟ وهل هي حالة من الحزن فقط أم هناك نوع من الغضب أو قطع طريق أو ما شابه يعني؟ هو أول ما تواجدنا في هذه المنطقة كان هناك حالة من الهرج والمرج في تلك المنطقة، بدرجة أنه بيتم قطع كورنيش المعادي وحدوث اختناقات مرورية. لكن مع الوقت ومع التفاهم ما بين عناصر الجيش وعناصر الشرطة الموجودين وتفاهمهم لحزن الأهالي، خفت حدة الزحام بدرجة كبيرة، والمتواجدون هم أهالي المتوفين فقط، وبعض العناصر الإعلام هم المتواجدين. وطريق الكورنيش يسير بطريقه طبيعيه تماما، ولا يوجد اي بوادر لشغب او اي حاجه يعني. والجثث التي يتم انتشالها بيذهبوا بها الى مستشفى المبره امام الكوبري تماما بجانب. نعم عبد الله، شكرا جزيلا. عبد الله بركات، موفد التلفزيون المصري في منطقه المعادي.